الفشل والتعب وصل ريمي وفيتاليس إلى مدينة تولوز، مدينة كبيرة مليئة بالناس والعربات والضجيج. كان كل شيء يبدو جديدا ومخيفا بعض الشيء، لكن فيتاليس كان يعرف كيف يتحرك وكيف يبحث عن الأماكن المناسبة للعروض. قال لريمي: هنا سنرتاح قليلا وربما نقسم بعض المال. في اليوم التالي وقفوا في ساحة واسعة وسط المدينة. بدأ فيتاليس يعزف على آلته القديمة والكلاب تؤدي حركاتها المضحكة، وكان ريمي يغني بصوته الناعم، صوت صغير لكنه صادق. اجتمع الناس بسرعة، ضحكوا وصفقوا وأعطوا بعض القطع النقدية. بعد العرض اقترب منهم رجل أنيق وقال: ولدك موهوب، هل علمته بنفسك؟ أجابه فيتاليس بهدوء: إنه ليس ابني، لكنه يشبه ابني في القلب. الرجل ابتسم وقال: إن احتجتم إلى شيء اسألوا عني، اسمي السيد فرناند. فيتاليس شكر الرجل، ثم سار هو وريمي في الأزقة الهادئة وتوقفا أمام مخبز صغير. اشتروا خبزا دافئا وبعض الجبن وجلسوا يأكلون على حافة نافورة قديمة. قال ريمي وهو يضحك: هذا ألذ خبز ذقته منذ أيام. ابتسم فيتاليس وقال: الخبز لذيذ عندما تأكله بقلب مرتاح. في المساء استأجروا غرفة صغيرة لليلة واحدة، ولأول مرة منذ أسابيع نام ريمي على سرير حقيقي. أغمض عينيه وشعر بشيء جديد، راحة وأمان وأمل، لكن قلبه ما زال يتساءل: من أنا؟ ومن هم أهلي الحقيقيون؟ وهل سأجدهم يوما؟ همسات الليل كانت ترد عليه بهدوء: اصبر، كل شيء سيأتي